لو خلصت جامعة ومش لاقي شغل وكده كده مش هتلاقي شغل أصلًا، فما تتعبش نفسك وتعالَ أقول لك إزاي تدرس ماجستير ب$200 فقط زي الطلاب اللي أنا ساعدتهم دول كلّهم يدرسوا ماجستير هنا في تركيا. أولًا خلّيني أقول لك ليه تدرس ماجستير هنا في تركيا أصلًا. السبب الأول وهو أسعار الدراسة اللي بتتراوح في حدود من $200 ل$400 في السنة كلّها في الجامعات الحكومية هنا في تركيا، وأسعار الجامعات الخاصة بتبدأ من $2000 برضه للسنة كلّها. السبب التاني وهو عدم اشتراط امتحانات خارجية، زي مثلًا الامتحانات بتاعة دخول دراسة الماجستير، في امتحانات كتيرة جدًا طبعًا مش هاشغلكم بيها، فبتقدر تدرس ماجستير مباشرةً بشهادة التخرُّج بتاعتك تلقائيًا. برضه السبب التالت وهو عدم اشتراط شهادات للغة، يعني لو أنت حابب إنك تدرس بالتركي فبتدرس بالتركي، لو أنت حابب إنك تدرس بالإنجليزي هنا في الحالة دي لازم يكون معاك IELTS أو TOEFL. السبب الرابع وهو إمكانية استكمال الدكتوراه بعد الماجستير، وممكن كمان تشتغل في الجامعة هنا في تركيا، لكن دي بتشترط بعض الامتحانات كده عشان تقدر تتوظف في الجامعة أصلًا هنا في تركيا. برضه من الأسباب العامة للدراسة هنا في تركيا أصلًا وهي أسعار المعيشة هنا في تركيا برضه، اللي هي بتتراوح في حدود من 100 ل$200 ل250 أو $300 في الشهر الواحد شاملة الفواتير والأكل والشرب وكل حاجة، بتختلف على حسب المصاريف وشكل المصاريف بتاعتك أنت. برضه المجتمع العام هنا في تركيا والثقافة التركية نفسها اللي هي قريبة جدًا من الثقافة العربية، فعشان كده مش هتحس باختلاف كبير جدًا. برضه الدين هنا في تركيا لأن تركيا علمانية كقانون لكن إسلامية كدولة وكشعب والحاجات دي كلها، فتقدر تسمع الأذان وتقدر تلاقي جوامع وحاجات كتيرة زي ده كله. برضه أسباب كتير جدًا وهي قرب تركيا من الدول العربية برضه، فالمسافة هنا قصيرة، فأسعار الطيران رخيصة وهكذا يعني، والتأشيرة كمان الإجراءات بتاعتها سهلة. فعشان كده لو أنت مهتم بدراسة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه هنا في تركيا تقدر تتواصل معايا على رقم الواتساب الموجود في البايو مباشرةً، ونبدأ على طول رحلة مع بعض، وأشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.